رسميا قرعة بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والزمالك ينتظر الفائز من هذا الثنائي وموقف بيراميدز والأهلي. أجريت اليوم الثلاثاء مراسم قرعة الدور التمهيدي لبطولتي الكونفدرالية الإفريقية ودوري الأبطال الإفريقي. وكما تعلمون أن نادي الزمالك ونادي فيوتشر سيشاركان في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بينما يشارك بيراميدز والأهلي في بطولة دوري الأبطال. الزمالك تم إعفاؤه كما أخبرناكم من قبل من اللعب في دور ال 64 في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بينما سيشارك فيوتشر في هذا الدور. وعلى هذا ينتظر الزمالك في دور ال 32 الفائز من أرتا سولار الجيبوتي وهورسيد الصومالي، واللذان سيلتقيان في دور ال 64 من الكونفدرالية الإفريقية. أما بالنسبة لدوري الأبطال الإفريقي فنادي بيراميدز ينتظر في دور ال 32 الفائز من جديكا الصومالي والجيش الرواندي، واللذان سيخوضان الدور التمهيدي ل 64. بينما الأهلي ينتظر في دور ال 32 الفائز من فريق KMKM بطل زنزبار وسان جورج الأثيوبي.